اللقاء الثامن ليه، لعب في الدوري الياباني مع نادي طوكيو فيردي في اليابان. المرحله اللي احنا فيها ضربه حره من نفس المكان، تسديده الشناوي على مرتين. لازم كده محمد حارس المرمى الشناوي، احمد الشناوي النهارده بياخد الثقه من لعبه ولا اتنين. هو دي المهاره القدره بتاعته. كنا بنتكلم امبارح انا والكابتن وليد صلاح الدين على قدره ديفيد لويس على الاختراقات من خط الدفاع الى الخط الامامي، وادي تسديده يمسكها على طول الشناوي. انما شفتوا ديفيد لويس عمل مشوار، عمل على فكره نفس اللعبه اللي بيعملها دي مع نادي تشيلسي 3 مرات السنه دي، مره مرتين منهم. وادي كره بالكعب من هون وعدوا في زاويه. بص اهو الكره بالكعب حلوه قوي، وادي عدى من شيكابالا وشاط سدد كده. يدير لقاء اليوم عنده 30 سنه بس، يعني اصغر من وائل جمعه واصغر من احمد حسن الموجود على مقاعد البدلاء واصغر من عصام الحضري واصغر من لويس ياو، كل دول اصغر منهم تقريبا في سن نفس اللقطه. ان دايما حارس المرمى في الكرات العرضيه يفضل اكثر من لعبه بالبوكس بعيد. ادي كره ثانيه وهو مصدر الخطوره والهدف الاول. لسه بقول مصدر الخطوره والهدف الاول على طول عند جونا. الكره حطت رجليه، عمل العرضيه ازاي؟ عملها عرضيه شاي باصص على جوناس. هدف في منتخب مصر، تغطيه يعني مش جيده في هذه الكره. ادي اتلعبت اهو. بصوا التغطيه ناصف هنا انكشف في اللعبه ديت لان اتعمل اوفرلاب كويس. حقيقه ربما تكون مباراه خاصه اذا ما ادى. وهنا تاتي محاوله المنتخب المصري على المنتخب المصري. الهدف الثاني دانيال ألفيش يترك الكره انلعبت الرأسيه. القدم اللي تحدث امامنا في الشوط الاول كانت كل الظروف مهيئه قبل ان ياتي الهدف، وسبب لي قلت هذا الكلام. كره برازيليه تبدو خطيره، التسديده قويه ممكن جول وصدت وايضا مباراه. ولكن لاحظ الرأسيه الاولى في القائم، الرأسيه الثانيه حلوه.